السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد ومراجعة الموسم الخامس والاخير من مسلسل يو. فتابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. بيعود جو جولدبرج للأضواء مرة تانية، بيتم إنهاء أي تهم كانت موجهة ليه، ومش بس كده كمان، لا ده بيكون نجم مجتمعي ويعني مشهور ومحبوب والناس كلها نفسها تبقى زيه واخدها الرول موديل والكلام ده كله. وصدق أو لا تصدق إن جو بيقعد 3 سنين من غير ما يقتل حد فيهم، ده إنجاز في حد ذاته. ولكن اللي زي جو ده بيبقى مستني يعني شرارة بسيطة خالص، شرارة يعني مستني بس اللي هو أي سبب بسيط جدا يدفعه للرجوع للملاعب مرة تانية. طبعا ده أكيد بيحصل وجو جولدبرج بيرجع اقوى مما كان. نهاية الموسم الرابع بالنسبة لي كانت سيئة جدا. لو كنا وقفنا عند حتة ان هو انتحر فيعني انا كنت كده هبقى الموسم 10/10 والمسلسل 100/100 والنهاية مظبوطة ومش عايز اي حاجة تاني. ولكن هم قرروا ان هو ما انتحرش، لا هو تم انقاذه وبيعود للاضواء مرة تانية في موسم خامس. فهل الموسم الخامس ده بقى يعني قدم شيء قوي واضاف حاجة للقصة ولا لا؟ من بداية الموسم ويمكن الحلقة الخامسة واحنا قاعدين بنلف في دواير احداث وحاجات حصلت قبل كده وحصلت في المسلسل قبل كده، ولكن يعني هو ايه المختلف؟ ان احنا بنغير لك الشخصيات اللي حصلت معاها. عامل الجذب في القصة مش موجود، الحاجة اللي تشدك تخليك انت عايز تعرف المسلسل هيوصل لايه. يعني هي لا، هو الحاجة الوحيدة اللي موجودة انت عايز تشوف نهاية جو هتبقى عاملة ازاي. ولكن في خلال بقى يعني سرد القصة بتاعت الموسم ده فمفيش أي حاجة تشد تاني، حتى إن هو بيحاول يرمي لك حدث قوي. يعني كل حلقة كده مثلا في النهاية يحط لك حدث قوي، الحدث ده برضو مبقاش قوي كفاية لجذب الانتباه بالدرجة الكافية اللي هو يخليني ايه ده، يا ترى ايه اللي هيحصل في اللي جاي. ده ما حصليش على الإطلاق في الموسم ده. ولما بنوصل بقى للحلقة الخامسة يعني هنا بيتم ايه اللي هو في جديد نوعا ما في القصة، حصل في فصل كده بيحاول ان هو ايه يتقدم لنا في جزء جديد في القصة ما حصلش قبل كده. فالحلقة الخامسة كانت عند مفترق طرق شوية، لا قدمت حاجة جديدة، ولكن بعد كده رجعنا نلف برضو في نفس الدوائر مرة تانية. واللي زود الطين بلة هي القرارات العجيبة اللي الشخصيات بتاخدها، يعني مش قرارات غبية، لا هي حاجة ألعن من غبية، حاجات عجيبة، حاجات انت مبتبقاش مصدق شخصية كبيرة عاقلة تاخد قرار زي ده ازاي. فالموسم قعد يلففني في دواير لغاية ما دخت منه، اللي هو انا عايز حاجة جديدة في القصة. انا عايز يعني انت قلت لي في موسم اخير وموسم نهائي ونهاية جو والكلام ده كله، ف يعني حاجة بقى كافئني بقى، انا عايز حاجة تليق بالوداعية اللي انت حاولت توهمني ان هي موجودة. وغير كل ده بقى هو في نقطة، هي نقطة كانت عجيبة جدا بالنسبة لي. دلوقتي جو ده راجل مجرم وقاتل وقتل ناس كتيرة، وشفنا على مدار أحداث المواسم السابقة كلها إيه اللي حصل. كل بقى اللي بيحاول يفتش وراه بيقدر يوصل للمعلومات دي ويعرف إن هو قتل الناس دي كلها ويعرف ماضيه وإزاي هرب وإزاي اتبرأ وكل الكلام ده. ده يعني أشخاص عاديين، هم ناس مش ذو نفوذ بقى ولا حاجة، لا ده ناس عاديين دوروا وراه ووصلوا للكلام ده كله. ففين بقى الشرطة والبوليس من الكلام ده؟ يعني البوليس فين بقى من الحاجات اللي بتحصل دي كلها؟ يعني هل مثلا البوليس اللي هو ما بيشغلش باله، يعني اللي هو ما كانوش فاضيين يدوروا وراه؟ اذا كان شويه عيال قاعده على النت قدروا ان هم يوصلوا المعلومات وقدروا ان هم يعرفوا ان هو مجرم وقاتل ويجيبوا تاريخه كله، فيعني فين بقى دور الشرطه من الموضوع؟ اللي هم يعني مش فاضيين مثلا ولا ايه؟ النقطه دي بالنسبه لي هي من اعجب ما يكون، ان شويه ناس قاعدين على النت بيقدروا يوصلوا لكل حاجه، ولكن البوليس اللي هو ايه ده، انا مش هنا. طيب خلونا بقى نتكلم عن النقطة المضيئة الوحيدة اللي موجودة بالنسبة لي في الموسم ده، وهو جو ذات نفسه. جو الشخصية المجرمة، ولكن هو يعني عنده قناعات داخلية ان هو يعني هو مش بيقتل عشان مجرم، لا هو بيقتل دايما اللي هو عنده سبب، يعني بيقتل عشان يحمي اللي بيحبه، بيقتل عشان هو لازم الموقف ده يحصل. لكن جو هنا بيتطور اكتر ويعني بيبتدي يعترف ان هو بيقتل عشان هو بيحب يقتل، يعني هو دايما بيحب يقتل عشان هو ده الشعور اللي بيريحه، هو دي الحاجة اللي بتخليه يحس ان هو انسان. يمكن اصلا شخصية جو بسبب قوتها فهي اللي شايله المسلسل من الموسم التاني، يعني هي من الموسم التاني واللي ملمع المسلسل قوي هي الشخصية الرئيسية بتاعته، ان هو ازاي شخص مريض نفسي للدرجة دي، وكمان اللي هو بيلاقي لنفسه مبررات كل مرة، مش بس كده لا هو بيعرف يطلع من اي جريمة هو بيتحط فيها. فبالنسبة لي هي الإيجابية الوحيدة اللي موجودة هي شخصية جو. برضه في حاجة إيجابية تانية، هو ممكن نقول إن النهاية كانت مرضية نوعا ما. هي في ناس، أنا واثق إن في ناس هتتضايق من النهاية، بس هي النهاية بالنسبة للي حصل على مدار أحداث الموسم فلا هي كويسة، وأقدر إن أنا أحطها من الإيجابيات القليلة جدا. أتكلم دلوقتي عن الأداء التمثيلي.
جو جولدبرج هو شخصية أيقونية، ويعني جزء كبير من إن يخلي ده شخصية أيقونية هو أداء بين بادجلي القوي جدا اللي قدر إن هو يروح للشخصية دي في منطقة حلوة يخليها شخصية أيقونية وشخصية هنفضل فاكرينها. وبين بادجلي أصلا هو صعب عليا الأمور إن أنا أشوف حاجة تانية، لأن أنا لو شفته في أي عمل تاني هو بالنسبة لي هيفضل جو جولدبرج. فأداء تمثيلي قوي جدا من بين بادجلي، أداء تمثيلي غطى على كل اللي موجودين معاه. ده برضو ما يمنعش ان الناس اللي موجودين معاه يعني تمثيليا ما كانوش افضل حاجه، هم معانا ما كان في برود غريب جدا موجود. برضو ممكن من الناس اللي كان عملت اداء تمثيلي كويسه شخصيه الاخت اللي كانت قايمه بدور توأم، عشان في شخصيتين مختلفتين فقدرت ان هي تعمل شخصيه غير التانية، فيعني كان في اداء تمثيلي كويس. وبرضو الطفل الصغير اللي كان موجود معانا الحقيقه لما جاله مشهد تمثيلي المفروض ان هو يعمله كويس قدر ان هو يعمله حلو جدا الصراحه. ما دون ذلك العالم اللي باقية معانا دي كلها يعني ناس على قد حالهم شوية تمثيليا. قيمة للموسم الخامس والأخير من مسلسل يو هو 6.5 من 10. مش عايز أقول إن هو موسم مخيب للآمال، لأن هو من نهاية الموسم الرابع وكان واضح قوي إن اللي جاي مش هيكون قوي، اللي جاي مش هيعجب الناس، اللي جاي محاولات إن إحنا بس إيه مسلسل نجح معانا فيعني هنكمله بموسم أخير عشان نزود مبيعاتنا ومشاهداتنا والكلام ده كله. فهو موسم مش أقوى حاجة موجودة، و10 حلقات كانوا كتيرة جدا عليه. أنا كنت أشوف إن الأفضل لو كانوا عملوه فيلم مكمل للأحداث كان هيبقى 100. لكن موسم ب10 حلقات عشان نقعد نلف في دواير ونجري حوالين نفسنا ونعمل أحداث اتكررت قبل كده في المواسم السابقة، يعني كان قرار مش أفضل حاجة موجودة. وبس كده أعزائي المشاهدين كنت خلص فيديو النهاردة. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتأكدوا إن انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله. سلام عليكم.